متابعيني الاعزاء، السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ده اللي قدام حضراتكم كيلو الا ربع مفروم. النهارده هنعمل كفته خضار. كفته طبعا صحيه مغذيه. ده معانا بصل وجزر في الكبه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنعمهم كويس جدا. لازم تبقى البصل مع الجزر ينعموا كويس على اساس ان هي تبقى مع المفروم يبقوا كلهم نسيج واحد. فانا كده المفروم بعد ما طحنت البصل والجزر طبعا مع بعض. معايا دي كزبره خضراء برضو بكتر الكزبره شويه بتدي طعم حلو. هفرمها برضو كويس جدا في الكبة وانعمها برضو على اساس ما تبقاش فيها اي شوائب. طبعا معايا بقيوا بالشكل ده كلهم على بعض، المفروم مع البصل مع الجزر مع الكزبرة الخضراء كلهم على بعض كده. مع التوابل دي بابريكا، معلقة بابريكا ومعلقة فلفل اسود بالملح وكزبرة ناشفة وحته شطه صغيره، وطبعا توم باودر وبصل باودر. كلهم على بعض هيبقوا معايا. طبعا دول معلقتين بقسماط. هنعمهم كويس وهدخلهم في بعض كويس جدا لحد ما الاقي العجينه متماسكه، ما تبقاش معايا فرطه عشان ما تدوبش معايا. طبعا انا كورتهم كور، حبيت اغير فبقيوا معايا كور كده منظرها جميل. وده برضو الخضار اللي انا هدخله مع الكفتة الفرن، برضو بصل ترنشات وبطاطس طماطم كلهم ترنشات بالشكل ده حضراتكم. طبعا انا الكفتة دخلتها شوية تلاجة نص ساعة وحطيتهم على بعض كل المكونات بالشكل الجميل ده. وهنا برضو هعمل الصوص اللي انا هغطي بيه الكفتة. دول حبتين طماطم فرمتهم كويس ونعمتهم، معلقتين كاتشب كده بتدي طعم حلو، وبتبلهم طبعا معايا دي معلقة كاري فلفل اسود وشوية زيت. هقلب كويس جدا وهبدأ ان انا ادهن الكفتة فوق الخضار عشان لما تستوي تاخد طعم وتاخد لون معايا جوه الفرن. طبعا هنزل عليهم بالشكل ده حضراتكم. بتديها طعم جميل وبتطر الكفتة معايا. ولما بدخل الشواية بعد كده بشغلها بتخلي الكفتة لونها جميل يعني. حضراتكم بقيوا معايا بالشكل اللذيذ ده بعد ما اتفرموا واتمزجوا مع بعض. انا ممكن اغطي الصينيه بورق سيلفر بس ما حبيتش اكلف يعني، فانا استكفيت بالغطا ده ومشغله الفرن على درجه حراره 200 على الشبكه. طبعا كلهم في الفرن ودرجه حراره عاليه وانا مغطيه الصينيه بيستووا بالشكل ده. بطاطس بتبقى مهروسه جدا وبتستوي وبقى طعمها جميل واخده من صوص الكفته. وطبعا الكفته استوت وبقت بالشكل اللذيذ ده وخدت لون معايا. طعمهم جميل. ممكن طبعا هناكلها ازاي؟ ممكن نعملها سندوتشات رولات كده. ده رقاق ابيض او ممكن عيش سوري او ممكن عيش تورتيلا، اي حاجه اللي بيها ان احنا ناخدها سندوتشات رولات كده وطعمها لذيذ مع الكاتشب والمايونيز طبعا وكور الكفته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. وطبعا بطبق الفطيره بحيث ان ما تبقاش، بحيث تبقى متداريه من كل اتجاهاتها على اساس ما توقعش معايا الحشوه. وبلفها رول حضراتكم زي ما شايفين كده، وباخدها على الجريل بشوحها من الجنبين بتاخد لون وقرمشه فظيعه. طبعا دي طريقه لو احنا حابين نعملها كده بتبقى لذيذه قوي مع الاولاد.
والطريقة التانية ان انا ممكن اكلها مع رز زي كده، زي ما حضراتكم شايفين برضو ده العادي. طبعا قطعة كفتة او كور من الكفتة مع البطاطس مع الرز برضو يبقى طعمهم جميل جدا، وبتبقى مختلفة برضو وحلوة ومغذية، على اساس ان هي واخدة خضار معايا كتير. طبعا هيضيف القيمة الغذائية معانا. وطبعا الطبق هيبقى بالشكل الجميل ده، مع طبعا لو انا حابة اخد من رولات الفطير دي عادي مفيش مشكلة. بتبقى كل واحد طبق وكل واحد زي ما يحب ياكل ايه. بتبقى اكلة جميلة وسريعة وسهلة ومبتاخدش معايا اطباق كتير، يعني كل واحد بيبقى الطبق بتاعه كده وعادي ياكل براحته، اللي حابب ياكل الرز، اللي حابب ياكل السندوتشات لوحدها. بتبقى جميلة جدا بصراحة، ياريت تجربوها تعجبكم. الف هنا والشفاء، وما تنسونيش في الاشتراك في القناة.